ونستعيذ من ضلالات الهوى والرأي وضلالات المشيخات الذين يكتبون بعد الأنبياء. قلت لكم مرة: من أولى أن يكتب العلم بعد الأنبياء؟ من أولى؟ يعني من أولى من الأنبياء أن يكتب العلم؟ فإذا رأينا إبراهيم لم يكتب كتابا قط، إبراهيم عليه الصلاة والسلام صحفه التي كانت معه من الله. ثم نوح، لا نعلم عن كتاب أنزل إلى نوح ولا كتاب كتبه نوح، كبروا الله، 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني اليوم يدرس الدارس في المعهد الشرعي 2 أو 4 أعوام، ثم تراه بعد حين يخط في العلم، يكتب الكتب. أو يأتي الدارس فيدرس في الأزهر أو يدرس عند شيخ 10 أعوام، ظلمناه 20 عاما وقل ما يكون، فيبدأ ويشرع بكتابة الكتب في الملة والشريعة والدين. فمن أولى بالكتابة، الأنبياء أم هؤلاء؟ حدثوني عن نبي كتب بخط يده في الدين بعد الله، يعني بعدما أوحى إليه الله. ائتوني يلا. سليمان قال الله في النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. داود وسليمان كان معهما من العلم وعلم التوراة. داود وسليمان، هل عندكم من كتاب كتبه داود أو سليمان بخط يده شرحا للدين والتوراة؟ هل عندكم من كتاب عن نوح؟ هل عندكم من كتاب عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ موسى كتب الله له التوراة بيده كما قال عليه الصلاة والسلام. هل عندكم شرح لموسى على التوراة؟ اللي بيعملوها اليوم المشايخ بيسموها الحواشي، يعني بيكون اليوم الشيخ تبعهم كتب كتابا فيأتي التلاميذ ويكتبون شرحا على الحواشي، ويأتي تلميذ التلميذ فيكتب شرحا على حاشية الحاشية. طيب، كتب الله التوراة لموسى، هل عندكم حاشية موسى على التوراة؟ هو لا يضركم أنكم لا تجدونها. هل سمعتم أن موسى كتب هذا؟ لا. جيد. عيسى ابن مريم روح من الله، روح الله وكلمته، علمه الكتابة والتوراة والإنجيل. الكتابة والتوراة والإنجيل. هل عندكم أن ابن مريم روح الله؟ طبعا بينا لكم يا أخواننا ما حدا يشكل عليه أن يقال كما ورد عن نبي الله: إن عيسى ابن مريم روح الله. الناس تظن أن روح فلان فلان، هذا أنت وأبوك. أما كل شيء قيل في الله ليس مثلنا، ليس كمثله شيء. روحك أنت إذا افترضنا، إنما إذا قلنا روح الله هذا لا يقتضي ما يقتضى فيك، ولا لا يا أخوان؟ ألست تنام وتموت؟ ألست تجهل وتعيا وتمرض؟ هل الله من هذا في شيء؟ فلما سويت بينه وبينك بالروح؟ دعك أخي.
فعيسى ابن مريم من روح الله، وعيسى ابن مريم روح الله، تبارك اسم الله المجيد، وليس كمثل الله شيء. عيسى كلمة الله وروح منه، علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هل عندكم أن ابن مريم كتب شرح الدين وشرح التوراة والإنجيل؟ ورب العالمين أؤمن وأوقن أن ابن مريم أعلم خلق الله في عصره في التوراة والإنجيل وما سلف من الكتب. وإذا نزل ابن مريم أعلم خلق الله في عصره وساعته في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم ابن مريم، ولا نعلم أنه خط حاشية ولا شرحا على الكتب. ثم يأتي الدارس في الأزهر ويدرس عند الشيخ 10 أعوام، ثم يكتب لنا كتب، مش كتاب، يعني القرضاوي له نحو من 120 كتابا، وهذا أحد يعني مشايخ العصر لسه مش المتقدمين. 120. فلان له 500 كتاب. الله نفسه تبارك اسمه المجيد قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. كأن هذه الكتب الجامعة أضيف لك الزبور وصحف إبراهيم. جيد. الله نفسه كم كتاب؟ سموا لي. قال عن نفسه: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا بعض ما قال عن علمه. كتب التوراة والإنجيل والقرآن والصحف والزبور، وكتب الذكر، وكتب في الذكر كل شيء. كم كتاب أنزل إلى الناس؟ كم كتاب؟ المشايخ لهم 500 كتاب. طبعا بعضهم يستحي أن يعود فيصوب ويصحح حتى لا يؤخذ عليه. فأقول لكم: انتهينا إلى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. عندكم شرح ابن مريم على الإنجيل في كتاب. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء أوتي جوامع الكلم، مما أوتي جوامع الكلم. قلت لكم: عيسى بن مريم لا يعلم قدر ابن مريم إلا رب ابن مريم. ابن مريم من آيات نبي الله، يعني أوتي نبي الله القرآن، وصار ذكر ابن مريم من آيات نبي الله في القرآن. واضح؟ ثم جمع لنبي الله الكلم. هل شرح لكم وكتب القرآن؟ كتب القرآن أخوان، شرح كتاب. جيد. لعله كما قال، يعني كما فهم بعض الناس، والنبي مات فيما نعلم لا يقرأ ولا يكتب، فهو أمي. جيد. لعله لهذا لم يكتب. طيب أبو بكر الصديق 23 عاما وهو صاحب نبي الله ليل نهار. أبو بكر، هل عندكم من كتاب كتبه أبو بكر في علم نبي الله؟ يكتب سيرة النبي، يكتب حين خلا بنبي الله. لأبي بكر في هذا. لعمر قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. عندكم كتاب عن عمر؟ عثمان ذو النورين 80 عاما، 90 الرجل، جاوز 80، كتب كتابا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته قال: سلوني لن تسألوا بعدي مثلي. عندكم من كتاب في علمه؟ طيب لما كتب الذين جاءوا من بعدهم؟
من أولى الناس بكتابة العلم بعد الأنبياء؟ ما في. طيب بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وترجمان الأمة والقرآن ابن عباس، هل عندكم من كتاب كتبه ابن عباس؟ ابن مسعود قال: لا أعلم أحدا أعلم مني فيما نزل من القرآن أين ومتى وفيما. عندكم من كتاب؟ أبو عبيدة أمين هذه الأمة، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، عبد الرحمن ابن عوف، عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. في كتابات يا أخوانا. طب ليه بيكتبوا المشايخ؟ إذا كان حرصا على الدين، كتبوا حرصا على الدين، هذا يعني أن الصحابة لم يحرصوا حرص هؤلاء على الدين. ولا أخوان؟ إذا كان عمل الكتاب حتى لا يضيع العلم، كان أولى بهذا الحرص أصحاب نبي الله، وقد لبثوا بعده 70 عاما. عامر بن واثلة الطفيلي مات بعد 100 للهجرة. أنس عمر زيادة على 100. أنس بن مالك خادم نبي الله حضر نبي الله، لا يعلم له كتاب، فإن كانت الكتابة حتى لا يضيع العلم والمسائل أولى الناس بها ابن عباس. يعني هل دعا نبي الله للشافعي؟ هل دعا لمالك؟ هل دعا لأبي حنيفة؟ هل دعا لأحد من العلماء؟ دعا لابن عباس، قال: اللهم علمه التأويل وعلمه الكتاب. كتب. عمر بن الخطاب قال عليه الصلاة والسلام: أعطيته فضل علمي. كتب. طب لما كتب المشايخ؟ ثم اقتتل الناس على كتب المشايخ. عند الأحناف كتب عن أبي حنيفة، وعند المالكية كتب، وعند الشافعية كتب، وعند الحنابلة كتب. رحم الله أحمد ما كتب. أحمد ما كتب فقهه، كتب المسند، سنن نبي الله. جيد. الشافعي كتب ثم رجع عن رأيه وبقي الكتاب، فاقتتل الناس، الشافعيون والأحناف. لما لم يكتب أبو بكر؟ انتوا قولوا له. انشغل. بقي أصحاب نبي الله بعده إلى 70 عاما. معاوية من أصحابه كتب له وحيا ورسائل ملوك، فلما لم يكتب رجل كمعاوية العلم بعد الاستقرار والثبات والأمان، بعدما غلب وغلب أيامه الروم والفرس؟ قولوا لي يا أخوان، اشرحوا لي، قولوا لي. في ناس لا يعجبهم هذا الكلام، بقول يلا انتوا قولوا لي، أعينوني على نفسي، قولوا لي لما لم يكتب هؤلاء العلماء؟ يلا حدثوني، من أعلم من أصحاب نبي الله؟ من أعلم من ابن عباس؟ نعم. مثلا عن طريق شو وصلك العلم أن أحمد بن حنبل كتب ما قال عمر وما قال نبي الله، ولا كتب رأيه؟ أنا حين أقول لكم اكتبوا لي علم الأنبياء، فكتبوا لنا الصديقون القرآن، وكتبوا لنا سنن نبي الله. هذا العلم الذي يكتب. صحيح؟ اللي جاء يكتب لنا رأيه وتخاريف هواه، هذا دين؟ يعني إذا كان العالم فلان يرى أن علمه من غير القرآن والحديث، رأيه وفهمه يحمد له وأولى بالأمة أن تعلم، هو أولى بهذا الرأي أم عمر؟ بسرعة. عمر. فلم يفعل عمر. طيب فالذي كتب لك علم أبي بكر أم علمه؟ فبالتالي لو كتب لنا رجل فقه أبي بكر لحمدت له،
أنا بقول لك لما كتبت رأيك. أنا لا أعيب عليك أن تكتب لسان أبي بكر وعلم أبي بكر وفقه عمر، اكتب لنا، إنما لما كتبت رأيك أنت وفقهك أنت؟ واضح؟ واضح؟ إذا عمر لم يكتب رأيه، هل تحبون أن تسمعوا ما كتبت الشيعة؟ لا شيء، ولا الشيعة يحبون ما كتبته. بالتالي إذا كل واحد بده يكتب فقد كتبت الشيعة. في فرق في المسلمين اليوم علماء المسلمين بيقولوا أنهم ضالون، شيء هذول الضالون كتبوا علمهم، وعلم الضلالة تحت أقدامنا، صح ولا لا أخوانا؟ واضح أخوانا؟ السؤال بقي واضحا. الذي لم يكتب لنا فقه عمر وكتب لنا فقهه شيطان، الذي لم يكتب لنا فقه أبي بكر وفقه الصديقين وكتب لنا رأيه، هذا رجل فخور مغرور غرته نفسه، صحيح ولا لا؟ ثم أقول لكم لا حاجة لنا بعلم عالم وقد ولم يكتب لنا علم أبي بكر وعمر. فمن كتب لنا علم الصديقين شكرناه له، ومن كتب لنا علم رأيه وهواه لا نشكر له كائنا من كان. واضح أخوان؟ الأمة اليوم على ما تقتتل. يعني أدخلت أحد المؤمنين على مكتبة، قلت انظر في هذه الرفوف مسألة ما، فلما نظرها تفاجأ، كتب فلان وفلان 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 وفلان، تفاجأ قال لي كلهم يكتبون نفس الكلام. كنت أطلع على مسألة ما أجد هذا الرجل يسرق قول هذا الرجل، وهذا الرجل يسرق قول هذا الرجل. طب لما كتبت؟ حتى يقال كتب فلان. ثم تنتهي مكاتب المسلمين على مصنفات ينشغلون بها عن القرآن. العجيب أن ابن عباس نفسه لم يكتب التفسير، سيد قطب كتب تفسير، ابن عباس لم يكتب تفسير، ابن مسعود لم يكتب. يا شيخ هذا الوقت ما كانوا يدونوا التفسير ولا الحديث، بس كانوا يكتبوا القرآن. أخطأت أخي، دونوا القرآن والحديث. إذا لا تعلم فأمسك. الحديث دون كثير منه في حياة نبي الله بسند صحيح، قال اكتبوا لفلان. أبو هريرة قال ليس أحد أعلم مني بالسنن إلا عبد الله ابن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب. حفظ الله القرآن، صحيح، حفظ لنا وحي نبي الله. هذا الدين. الله لا يعبأ بقول القائل أيا كان القائل. واضح يا أخوان؟ أيا كان، إذا القائل نفسه يرجع عن قوله، أيحفظ الله قول القائل والقائل نفسه يرجع عن قوله؟ فلا تعتدوا بالكتب يا أخواننا إلا ما أنزل الله من الكتب، القرآن وما كان يتكلم نبي الله عليه الصلاة والسلام. أقول لكم إذا نزل عيسى ابن مريم ستدرسونه كتبكم؟ سيدرسكم كتبكم؟ قولوا لي. سيحتفي روح الله وكلمته، سيحتفي بالآراء والمشيخات ويقول لكم هاتوا أدرسكم ماذا كتب ابن التسعة؟ أم في ناس بقى أتكلم يا أخي بقى اسمع، مش هون بده يشرح لي ماذا كتب. أقول لك يا أخي أنا رجل أعظم الله، أبيت وأنا أمجده، يعني أنا ما بفخر، أنا أخذت بعلمي، أخذت كم يعلم هذا الرب تبارك اسمه، فلن أعتد بأحد. أعجبكم كتب الناس خذوها تدافنوها في قبوركم، لا تعنيني. أنا رجل يعجبني كلام الأنبياء، فمن كان عنده سطر عن نبي فليأتني به. عمري ووقتي أضيق من أن أقرأ لرجل ولد كما ولدت، رجل يوحى إليه ائتوني به أسمع له، رجل توسوس إليه نفسه
يرى بكرة ما لا يرى عشيا، أعطوا كتابه لأمه هي أولى به. الناس تظن أن الكتب انكتب فيها الوحي. كثير من علماء المسلمين بيقول لو أذن لي لأحرقت كتاب فلان. واضح؟ كتاب فلان هذا الذي تحبونه، أو كتاب فلان. قلت لكم الرجل بيقول لي أنت حين تعلمت، طيب إذا نزل ابن مريم أنت بأي كتاب ستذهب إليه؟ بسرعة. أنا لما ينزل ما أعرفش إذا هو هل هو كما عيسى بينزل على أي مذهب؟ مسلم بينزل. ينزل مسلم. لما لا تكونوا مثله؟ طبعا نقول مثله، بس كده مش عيسى مش موجود الآن. كبروا الله. أنا قلت لكم قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم. أبو هريرة قال رضي الله عنه إني لأرجو أن ألقى عيسى فأحدثه فيصدقني. فكان أصحاب نبي الله يرون أن عيسى يوشك أن ينزل قبل 1400 عام، وأنا أقول لكم سينزل من السماء رجل لم يرى مثله بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لا في العلم ولا في الهدى ولا في الطهارة ولا في التقوى، وأولى الناس به من عظم كلام الله وكبر كلام الله، ومن أعجب بكلام غير كلام الله أبعد الناس عن كلمة الله عيسى بن مريم. من أراد أن يكون قريبا من عيسى بن مريم فليستمسك بكلمات الله ليلقى كلمة الله. كلمة الله ابن الطاهرة أطهر وأجل وأعز وأشرف وأكرم من أن يلحظ بطرف عينه كتابا كتبه رجل لعله الساعة في قبره نادم على ما كتب. بدك ابن مريم يمشي يا إخوانا، قلت لكم مشايخكم اليوم يتعالون أن يقرأوا لطالب في التوجيه، يعني الدكتور يتعالى أن يقرأ للبكالوريوس، ولا لا أخوانا؟ دكتور الشريعة يتعالى أن يقرأ لبكالوريوس، مش هيك يا أخوانا؟ بدك ابن مريم يقرأ للشباب شو كانوا بيكتبوا، والشباب أنفسهم رجعوا عنها. أحمد بن حنبل رحمه الله كان صنف بعض الرسالات غسلها قبل أن يموت، محاها قبل أن يموت، عن جهل فعل أم عن علم؟ ظاهر الشباب يرون أنفسهم أعلموا بما يكتب من أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، شيء أعلم من عمر بن الخطاب. أنا أسألكم لما لم يكتب عمر وكتب الشاب اللي درس توجيه ودرس في الأزهر؟ عجيب عجيب. من أولى الناس بكتابه؟ رجل حضر الأنبياء أم رجل حضر التخاريف من الكلم؟ قولوا لي يا أخوان. درسنا في هذا رأيي في الاجتهاد درست فيه ولا رأي لي. أنا رجل أمي أتبع النبي الأمي وأنتظر النبي الذي سينزل من السماء. سيثقل عليكم هذا القول، إنما ورب هذا البيت إن شاء الله ليدخلن ابن مريم من هذا الباب وليصلين في هذا المحراب، فمن بقي منكم حيا فلينظر كيف يكون العلم ولينصت كيف يقرأ الوحي. انصتوا. أرسل الله ابن مريم لأحبار اليهود اللي كانوا متعلمين، كانوا دارسين، أنكر عليهم كل أعمالهم وعظم التوراة. سينزل ابن مريم ليعظم القرآن ويثبت ما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة لنا، إنما ليسوا أئمة لابن مريم. هؤلاء أئمتنا حتى ينزل ابن مريم. ابن مريم يقول صدق أبو بكر صدق عمر في هذه وهذه وهذه. واضح؟ هذا نبي نازل على أثر نبي. أعدوا
لابن مريم صفحة لا حرف فيها، وأعدوا له أذنا لا تسمع إلا وحي السماء. من أحب أن يخلط الخبث بالوحي فلا يفلح إذا لقي ابن مريم. أنا أقول لكم بعض الناس يعدونكم ملكا في الأرض، أنا أبشركم أثبت مما وعدوكم بابن مريم. استمسكوا. كيف بكم؟ أقول لكم اليوم الناس لو قلنا لهم أن أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي سيؤمهم في صلاة العشاء، يقول لك سيؤمنا الشافعي؟ طيب إذا قلت لكم روح الله عيسى بن مريم سيقرأ الرحمن في المحراب، فمن الآن من الآن إذا رآكم الله مستمسكين بأثر نبي تنتظرون نزول نبي أفلحتم. إذا رآكم تزيغ أعينكم عن آثار الأنبياء تشتهون أعمال الناس ضللتم، أهلكتم أنفسكم بأيديكم. أحبار بني إسرائيل الذين بعث فيهم عيسى بعث ينجل بالمناجل والإنجيل ما زادوا على كلمات الله. عيسى بن مريم نازل أثبت من مقامنا في بيت الله، يعني في ريب أننا هنا. عيسى نازل أيقن من حضورنا هنا، واضح؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن ألقى عيسى ابن مريم. ألا ترجون أن تلقوا رجلا يرجو نبي الله أن يلقاه؟ ائتوني بعالم كان نبي الله يتمنى أن يلقاه. سمعتوا عن عالم هيك يا أخوان؟ عالم يتمنى نبي الله لو يلقى فيه؟ النبي كان يتمنى أن يلقى من صبر من الأمة. قال وددت لو ألقى إخواني. هذول مين إخوانه؟ هذول اللي بيكتبوا ويزيدون في الرأي. هذول إخوانه الذين لم يكتبوا وتبعوه. إذا رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام لم يكتب، أنا أستحي أن أكتب، ورجل كمحمد عليه الصلاة والسلام لم يكتب. أستحي أن أكتب ورجل كأبي بكر كان يسمع سر نبي الله ولم يكتب. أستحي أن أكتب ورجل مهدي كعمر فاروق قال عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. لو أن الرجل جلس شهرا يخط ويملي لجاز له ولم يفعل. فقليل من الحياء ينفع الرجل. كما قلت لكم ناس يعدونكم ملكا ومكنة في الأرض. أعدكم ما وعدنا نبي الله عليه الصلاة والسلام إن ابن مريم نازل. من أحب أن يعلم كيف كان محمد عليه الصلاة والسلام في الناس فلينتظر عيسى ابن مريم. ما تحتاج أمثالي إذا بتظن أن الدين عقد على مثلي هلكت وهلكت. أمسك بالكتاب. من أولى بك أنا أم الله؟ حين مات نبي الله، اسمع أنفعك، حين خوفنا نبي الله أن يخرج الدجال قال اسمع الله خليفتي على كل مسلم. فالنبي ما استخلف علينا اسمه المشايخ والعلماء. العلماء خير ما تلوا الوحي، إنما نبي الله استخلف علينا من؟ الله. يا أخي العلماء إذا رأوا العلماء حسدوهم، كما قال أحد أكابر العلماء ابن عباس قال يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة. بدك خير من هنا يا أخواننا؟ من أولى بك؟ اللي بتناطحوا
أم الرب الذي في السماء؟ العالم يا أخي يكتم عليك الدين، الرب لا يكتم شيئا من الحق، ولا لا أخوانا؟ أمس كنا يعني في محاججة ونتكلم، كان رجل أزهري فسأله السائل: فما تقول في كذا؟ فكتم، وأنا أعلم أنه كتم، ولما سمعني أعظ بالنبوات قال: هذا الرجل لا يحسن الكلام العربي عني. بدكم مشايخ؟ هاي مشايخ. طلع يا أخوانا، تالله ورب هذا البيت إنما الحق كله والهدى كله والحجة كلها كانت تحت لسان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، ويوم ما تمت الحجة وإنما الناس يقولون ويقولون. حين أعجبك قولي وما يدريك أنني أصبت أو أخطأت، إنما الله لا يضل ولا ينسى. سله إذا جعت من تسأل، إذا مرضت من تسأل، فإذا ضلت من تسأل. مش هيك يا أخوان؟ سالمين على الشرع، سالمين على الشرع، مثلا تكتب هاشم. اسألوا رجلا يقرأ ما قال الله وقال رسوله. إذا سألتم إيه؟ العلماء كما قال عليه الصلاة والسلام ورثة الأنبياء. هل قال العلماء أنبياء؟ هل قال شركاء الأنبياء؟ فالعلماء الأنبياء مختلفون يا أخوانا؟ لا. الأنبياء بيتقاتلوا؟ لا. يعني حين يلقى موسى محمدا ويلقى محمد عيسى بيتقاتلوا وبيتحاسدوا بيخطئوا بعض؟ العلماء لما يفعلون هذا يا أخوانا؟ فإذا لقيتم عالما فأردتم أن تسألوا قولوا له: هل عندك من كتاب الله أو حديث نبي الله في هذه شيء؟ فإن كان عنده فخذوا، فإن لم يكن وأراد أن يتكلم من بنات أفكاره فاجعلوا أصابعكم في آذانكم واستغشوا ثيابكم. واضح يا أخواننا؟ واضح؟ اللي مش عاجبه مش مشكلة يا أخواننا، ما يتضايق. يعني في ناس بيقول لك بدي أسأل العلماء. أخواننا قال يعني لو قال له العلماء سيطيع. طيب قال لنا الأنبياء أعفوا لحاكم. كثير من الناس حالق حواجبه مش كمان لحيته. طيب ليه بتنتظر علماء وأنت تخالف الأنبياء؟ طيب كبروا الله. أحدثكم بموعظة من كتاب الله كيف وجب أن يكون العلماء. كبروا الله. قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. هذه أي سورة؟ ياسين. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. اسمع: وما علينا إلا البلاغ المبين. هذا عمل من؟ المرسلين. ما على المرسلين إلا البلاغ المبين. يعني ليس للرسول أن يفتئت وأن يقترح. اسمع: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فيأبى الله أن يراجعه النبي في أي أمر كان. لما قال نوح لله: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني فلا تسألني فلا تسألن، هذا الوحي، ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
هذا الكلام لمن؟ للمرسلين. هذا بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من علم الوحي. فالله لا يقبل أن يقدم المرسلون بين يديه، إنما العلماء يقولون ويقولون ويقولون ويبطلون الوحي. إن كذبت سينزل ابن مريم ويقول كذبت، وإن صدقت وكذبوا سينزل ابن مريم ويقول صدقت وكذبوا. أنا في البيت المقدس والرجل نازل عند البيت المقدس. كبروا الله. قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا عن البلاغ عن الله لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني هذا كله الوعيد لأننا ذكرناكم بالله. في قراءة من الوحي عن نبي الله أأن ذكرتم، يعني أئن ذكرتم، يعني إذا ذكرناكم فعلتم هذا، ثم فعلتم هذا مجرد أننا ذكرناكم أنكم مخطئون، أنكم على ضلالة. أأن ذكرتم، أئن ذكرتم، أأن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. ما الإسراف يا أخواننا؟ كل زيادة بغير حق، كل زيادة بغير حق. اسمع، طبعا نحن في أعمال العلماء ما في زيادات. في عالم زاد على القرآن والسنة؟ في أصلا أبين البين أنهم زادوا، أنهم اختلفوا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اتفق العلماء في كل المسائل. يا أخي أبناء المذهب الواحد مختلفون. شيخ المذهب الواحد له أكثر من رأي في مسألة واحدة. شيء بل أنتم قوم مسرفون. اسمع، قلت لكم أن الله وعظنا كيف وجب أن يكون العلماء. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. اسمع، رجل يسعى. هذا الرجل أنتم قولوا أهل أن يكون من أهل العلم الذي في سورة ياسين، تعرفونه. هذا من أهل العلم أم من أهل الجهل؟ لا شك. قال الله عنه ماذا؟ رجل. اسمع، يسعى. السعي العمل بهمة محسوبة معلومة. فإذا كانت لك همة على عمل تعلم منها ماذا تريد فهذا سعي. واضح يا أخوان؟ جاء يسعى، واضح؟ ماذا قال؟ هلا ما ستسمع من كلامه ما وعظنا الله به أن بمثله قولوا. من أراد أن يتكلم بعد المرسلين فهذا رجل مثل صالح. اسمع، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا قول العلماء الحق. هؤلاء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء فقط، الذين يقولون اتبعوا المرسلين ويتبعونكم آثار المرسلين ويأتونكم بآثار المرسلين. هؤلاء ورثة الأنبياء. ما دون ذلك ليسوا بورثة وليسوا بعلماء. واضح؟ كيف وأحد أكابر هذه الملة من علمائها عمر ابن الخطاب قال اتهموا الرأي على الدين. ما الرأي؟ العلماء ما عندهم رأي. كيف؟ والشافعي يقول إذا صح الحديث فخذوا به، أي إذا صح الأثر عن نبي الله فخذوا به واضربوا برأيي. يبقى في رأي، يبقى في عند العلماء رأي. اضربوا برأيه عرض الحائط. هو بيقول
أن له أثر وله رأي، فإذا صح الأثر قال الشافعي اضربوا برأيه عرض الحائط. الآن بيقول الشافعي لا والله، لا والله ما احنا ضاربين، لا والله ما شاء الله. أحد مشايخ الحنفية بيقول كل آية أو حديث يخالف ما عليه المذهب الحنفي فهي آية منسوخة أو مؤولة. هذول ورثة الأنبياء يا شيخ؟ هذا لص، هذا لص مشعوذ. كبروا الله. ما لكم ولي سينزل عيسى، صلوا قولوا له كان في هذا المجلس رجل يقول من هذا القبيل، إذا كان صح ما بنلزمش حتى تسألوه، تسمع إيه؟ إذا النبي كان يقول لعلي ألحقه، واضح أخي؟ النبي قال لأصحابه من لقيه منكم، فكان النبي يرجو أن يلقاه هو أو بعض أصحابه. أنت بتقول لي لن ألحقه؟ الظاهر لم تسمع لورثة الأنبياء أنت يا أخي. طلع بقول له لن تلحقوا، بيقول لي الله أعلم. بقول لك من 1400 سنة النبي بيقول يوشك أن ينزل، والصحابة كانوا يظنون أن يلقوه. أنت بتوقع ينزل الآن ولا لا؟ بقول لك كان لازم ينزل قبل 1400 سنة. كبروا الله، كبروا الله. الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال الآن ابدأوا عدوا سجلوا، هذا كلام العلماء، هذا هو. اسمع، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لأن العالم الذي يجلس المجلس ليفخم اسمه واسم أبيه ويشرف في الناس سألكم أجرا. العالم الذي اتخذ فرقة وحزبا ليجعل الناس يكثرون عدده سألكم أجرا. العالم الذي قال لكم هلموا إلي سألكم أجرا. عالم الفرقة والحزب الذي يقول لكم صدقوني أنا، هذا الرجل سألكم أجرا. العالم الحق قال لكم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. مجرد أن كتب لكم العالم كتابا غير القرآن والسنة قد سألكم أجرا أن تقرأوا كتابه. ولا لا أخوان؟ ولا لا أخوان؟ اليوم العلماء كما قال أخي بصنفوا الكتاب وبيبيعوه. أحد علماء مشيخات العصر قال ما ظننت أن يضر علم الكتب علي ما ضر. أحد القائمين على المكاتب قال فلان ينفخ كتبه، بدل ما تكون جزء بتصير 10. ليه؟ سألكم أجرا ولا ما سألكم أجرا؟ شيء اليوم بيكبروا الخط وبيوضحوه، فبتصير أنت تشتري 4 مجلدات، يعني 4 أضعاف الأجر. يلا كبروا الله. ومن لا اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ماذا سألكم نبي الله؟ النبي دعا لنا عليه الصلاة والسلام، أتانا بالخير، أخذ منا شيئا عليه الصلاة والسلام. هذول المشايخ بيقولوا أنت لا تبلغ العلم حتى تثني الركب وتتذلل لأهل العلم. عندهم أبيات من الشعر مفادها أنك لن تبلغ حتى تتذلل لهم. يا أخي نبي الله ما أذل أحدنا، ولا أذل جارية ولا ضعيفا ولا فقيرا. من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اسمع، تقدر أنت تشير لعالم، تقدر تشير لعالم وتقول هذا مهتد يقينا وتقسم على الله؟ لا تستطيع، لعل الرجل ضل. شيك يا أخوان، إنما أشر إلى الأنبياء مهتدون أم غير مهتدين. فإذا قلنا اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ليه؟ لأنني إذا أتبعتك أثر أحد لأجل أن لا تضل فأضمن لك أن لا تضل باتباع المرسلين. فقال العالم الحق اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال عن نفسه ماذا عليه هو؟
قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. اسمع، قيل ادخل الجنة. فالعالم الذي يقول هذا يقال له هذا ادخل الجنة فقط من قال لكم اتبعوا المرسلين، الذي كتب لكم وخط لكم لتقرأوا كتابه كما تقرأوا كتاب الله وكلام الأنبياء ما صدقكم ولا نصح لكم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مكارم الله وإكرام الله للعبد بمثل هذا، لا بالشهادات ولا بالمناصب. لست عبدا كريما ولا مكرما إن قيل لك الدكتور فلان والشيخ فلان والبروفيسور فلان، هذا ليس بشيء. واضح أخوان؟ إن كان كرما تلقاه يوم القيامة. ارقب عملك يحصى عليك في الآخر. إن قيل لك ادخل الجنة أفلحت. قال عليه الصلاة والسلام أول ما تسعر النار في ثلاثة، واحد منهم من؟ قارئ. العالم قارئ. سئل قال قرأت وتعلمت وعلمت. قال له كذبت، تعلمت ليقال قد قيل. سألكم أجرا أن تقولوا فلان عالم. اللهم رب هذا البيت طهرني من هذا كله، إن كان مثله برئت إليك. لا حاجة لي لا بشرف الناس ولا بمحامد الناس، يكفينا أن يرفع الله عنا سخطا ومقتا. اللهم ربنا عذنا بك منك وبرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم ربنا أكرمنا بلقاء ابن مريم، وأكرمنا بصحبة ابن مريم، وأكرمنا بنصرة ابن مريم. اللهم ربنا لقنا رجلا نطق بالوحي وعلم التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم ربنا من حبنا لكلامك سألناك هذا فبارك لنا بهذا. اللهم ربنا اربط على قلوبنا وثبتنا حتى نلقاه، وإن قضيت أجلا قبل هذا فاكتب لنا من الأجر مثله. اللهم ربنا إذا خرج الأعور فثبتنا واربط على قلوبنا، واكف المسلمين والمؤمنين شره وعوره وكذبه. اللهم ربنا علمنا القرآن وأعملنا به وانصرنا بالقرآن، واجعل إمامنا ونبينا عليه الصلاة والسلام شفيعنا في الآخرة وإمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا اجعلنا تحت لوائه واجمعنا على حوضه وزورنا جنته. آمين آمين. السلام عليكم.